مات وهو مستني الحضن. حكاية سيف والورقة اللي قطعت قلب الكل. وحشتني يا أمي، دي ما كانتش مجرد كلمة، دي كانت آخر نفس خرج من سيف قبل ما الروح تطلع للي خالقها. الصدمة هنا مش بس في الموت، الصدمة اللي نهى حياة سيف مخنوق. هي أكتر واحدة كان بيحبها وبيموت فيها هي أمه. سيف طفل عنده 14 سنة، زي أي ولد في سنه كان نفسه يحس إنه غالي على أمه وأبوه، رغم الظروف اللي هو عايش فيها. رغم إن هو عايش مع أبوه وزوجته كانوا شايلينه من على الأرض شيل، بس كان دايما في وجع جواه اتجاه أمه. كان بيروح يزورها ويرجع وعلامات الضرب محفورة في جسمه، ولما حد يسأله مين عمل فيك كده يا سيف، كان بيخبي الوجع ويقول بكثرة أنا وقعت. كل مرة كان بيحاول إن هو يداري على أمه ويحميها علشان ما يكسرهاش. قبل الوفاة بكام يوم سيف كان مخنوق، كان كلامه كله فيه حزن، كأنه حاسس إن المرة دي مش زي كل مرة. راح علشان يقضي أجازة المدرسة عند مامته، وبدل ما يرجع بشهادة نجاحه رجع لأبوه في كفن. تليفون الأب رن، طبعا رد لقى الأم بتعيط بتقول له الحقني ابنك مات في المستشفى. طبعا الأب جري وهو مش مصدق، يعني هو ايه اللي حصل ومات ازاي؟ يعني هو أصلا العقل مش قادر يستوعب. سيف ما ماتش موتة ربنا، سيف كان مقتول. كان باين عليه آثار الخنق والكدمات ونزيف في الفم. الطفل اتعذب أيام قبل ما يسلم الروح للي خلقها. الصدمة الكبيرة إن التحقيقات كشفت المستور، الأم وجوزها الجديد هما اللي عملوا فيه كده. والوجع الأكبر إنهم لقوا في محفظة سيف ورقة كاتب فيها بخط إيده، يعني كان بيعاتب فيها أمه وكأنها سبحان الله رسالة الوداع. رسالة وداع طفل ما شافتش منه غير البراءة، ما شافتش منه غير كل حب، وهو ما كانش بيشوف منها غير كل قسوة وحقد. هنا عايزين نقول إن سيف مات وهو بيدور على حضن، ولقى حبل بدل الحضن، حبل لف حوالين رقبته وموته، وهو كان محروم من الحنان. كان كل اللي بيتمناه أم تحتضنه وأم تتقي ربنا فيه، ولكن مع الأسف الأم اللي حبها وتعلق بيها هي كانت السبب في موته. ربنا يرحمك يا سيف ويجعل وجعك في ميزان حسناتك ويصبر كل واحد حبك وزعل عليك. يعني أنا مش عارفة ازاي الأم يهون عليها ابنها كده، احنا مش عارفة احنا رايحين على فين تاني. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الأم تعمل كده في عيل كان متعلق بيها وكان رحيم بيها وكان بيحبها. انا مش عارفة الامهات ايه اللي حصل لها، ما بقاش فيه انسانية، ما بقاش فيه رحمة.